السلام عليكم حجي. وعليكم السلام. حجي طلعت انت للصيد ان شاء الله. يم البحر نعم. او يم شط التمومه، شط نعم. العرب. نعم. فقالوا صدت لك سمكه وزنها ما اعرف الوزن، انت يمك اللي انت صدتها. نعم. بس هي كبيره. فسولف لنا شلون صدتها، شلون تكون الشوص، الكبدوره، الطعوم. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفنا مع احد الازبكيه عباس الحسناوي من اهالي سوق الشيوخ. اهالي سوق الشيوخ، واتينا من الهارثه مسجد للمشاية، واكلنا الخير هذا وجه الورده. اي بارك الله بك. عين غطا وعين فراش. هو سألنا على سؤالات جدي حنش رضوان الله عليه عندما بحر إلى الصيد. الله. ويريد يعني يسمع، يقول أنا بالموبايل ما أصدق، فأريد أسمع شلون جدك كان يصطاد الأسماك بشص، والشص منين يتكون؟ خويا أقول له الشص يتكون عمودين كهرباء القصبة، والخيط واير مال ضغط عالي، والسنارة مال رافعة، والكبدورة برميل نفط، والطعم هايشة. أحد الأيام صار له سمكة وزنها 64 طنا. الله. أفلحت. فالسمكة وين يوديها؟ شو ياكلها؟ إذا يريد ياكل بيها 9 سنوات ما تخلص. يخلص 64 طن. كل شيء. باحة للحديد والصلب. النغانيغ مال الراسون، بيبان مال ستاركس، مال قشمه ومال الي. والصدف مالتي سووه تشيكو، وهذا شو يسمونه تشيكو، هذا الثخين الشكلية تشنل بنل بيسمونه. اخويا هذا الصدف اللي صارين يسوون دايبات بال6 وبال8 للماي، خاصة سوق الشيوخ. السنسول سووه جسر للناصرية. مع تحيات أمانة صيد الأسماك.